خلاص فهمت اللي احنا بنتكلم فيه ايه. الموضوع خلاص بقى ماشي في دماغك كويس قوي، عشان عارف الدماغ ديت، عارف ان انت بتتوه. اديني لخصت، خلي بقى الخريطه دي في دماغك. ماركت بليس، بعد كده مخزن اخزن فيه البضاعه، بعد كده البضاعه دي تشيك عليها من اللي هو اللي بيبيع له، وبعد كده يبعت لي صورها، وبعد كده اقوم جاي بايعها على اي باي، وكان الله بالسر عليم. تعالى بقى اما اشرح لك بقى بالتفصيل في نفس الفيديو، ما تروحش بعيد، هشرح لك بالتفصيل بطريقه سهله وبسيطه وعمليه دلوقتي. لا روح يا اخويا ادفع فلوس بقى، روح ادفع دلوقتي فلوس بتوع الكورسات على يودمي، ويضحك عليك ما يقولكش المشكله فين اللي هتوقفك. لا تعالى انا اقول لك، وانا عارف انت بتشتغل من دوله عربيه وعارف ان عندك مشاكل. تعالى بقى اقول لك، كمل الفيديو عشان اقول لك هتعمل ايه بعد كده. بس يا سيدي ادينا جينا هو دلوقتي فتحنا ايه، فتحنا على الفيسبوك. جميل جدا. طيب يا مصطفى تمام، انا فاتح فيسبوك زيك، انا مش قاعد في امريكا يعني. طيب ايه يا مصطفى فتحت ازاي؟ هتروح الناس ما تقوليش بقى ان انت مش عارف يعني ايه ماركت بليس. هتروح على الماركت بليس يا سيدي اهو، هتيجي هنا هتروح على خانه الماركت بليس. اللي مش فاهم يعني ايه ماركت بليس، ده سوق بيتباع فيه في امريكا كل حاجه. طب يا مصطفى انت وصلت دي ازاي؟ انا زيك، انا موجود اساسا بره في السعوديه، او موجود في مصر، او موجود في اي حته. هتنزل هنا على خانه اللي هي بتاعت اللوكيشن زي ما انا عامل كده اهو يا سيدي اهو. طيب وهتيجي تعمل ايه؟ انا كتبت هنا اهو، انا كتبت نيويورك. تمام، اكتب معاك اي حاجه تانية اللي فاكر، مثلا نيو جيرسي مثلا اهي، نيو مثلا وجيرسي معرفش بتتكتب. انا زيك اهوت، وبكتب لك عمل عشان ما تقولش ان انا بحور عليك ولا عايز منك حاجه. اهو يا سيدي ادي نيو جيرسي اهو. تمام ايوه اهو، بيجيب لك بيقول لك ان هي في حوار. ايوه هي ديت. هقوم جاي قايل ابلاي. ايه الصعوبه في كده؟ انا عايز اسالك ايه الصعوبه في كده؟ هتيجي دلوقتي اهو ادي بيديك المنتجات. بص كميه التفاعل على الماركت بليس في امريكا. خلينا بقى مركزين، احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين ندور على مثلا البايسكل اللي انا كنت بدور عليه اهي، اللي هي العجل، عشان تعرف اسعاره كام في امريكا، عشان لما تيجي تشتري تعرف. طيب دلوقتي لو احنا جينا شفنا عجله عاديه، طب انا اعرف العجله اللي هو الناس بتشتريه ازاي مستعمل؟ من كتر اللي عندهم تعرف ان هم بيشتروا عجل مستعمل كتير جدا، لان هم بيتحركوا بيه مش زينا يعني. فدلوقتي الرينج اللي انا شايفه 60 100 80 40 115، دي اللي هي الاسعار اللي بتتباع بيها، صح كده؟ طيب صح تمام. طيب انا دلوقتي مصطفى الناس دي في بيبيعوا ب 200 وفي بيبيعوا ب 145 دولار. طيب انا اعمل ايه بقى؟ انت تشتري الاقل حاجه اللي هتجرب فيها. ايه اللي انا ممكن اجرب فيها؟ حاجه مثلا ب 60 دولار اهي. طيب انا لو دخلت دلوقتي عند البائع اعرف اتواصل معاه؟ ايوه تعرف تتواصل معاه. ادي العجله اهيت، وبتيجي هنا تشوف بيانات البائع هل هو راجل محترم ولا لا، او كاتب لك التفاصيل ولا لا. هتنزل تحت اهو اسمه مثلا، تشوف واخد ريتيشن قد ايه، وراجل عنده عيله، وتدخل تشوف الحساب من جوه، وعنده ريفيو 10 ان الراجل ده محترم، وادي العجله اهيت وبتاع. طيب انا مصطفى ليه هو دلوقتي في ناس هتشتريها من على اي باي؟ لان في ناس من الامريكان بيحبوا البضاعه توصل لهم لغايه عندهم، ويبقى اي باي هو الرابط ما بينهم. يعني ايه رابط ما بينهم؟ بيضمن لهم حقوقهم. يعني ماركت بليس ده في ناس كتير ما بيشتروش من عليه من الامريكان عموما، لكن هنا هنود وبنجاله ومش عارفه ايه وجنسيات تانية بيطمنوا عشان بيقابلوا راجل عميل لعميل وجه لوجه. فما تتزكاش وتقول لي طب هم ليه هيروح يشتروا من اي باي؟ فبلاش الاسلوب اللي انت تفشل نفسك ده يعني. لا يا حبيبي، هيروحوا على اي باي. تمام. طيب انا دلوقتي خلاص يا مصطفى خلصت واخترت العجله اللي هي ديت، صح كده؟ ايوه هتيجي هنا وهتقوم جاي واخد اللينك بتاعها اهو، ادي اللينك بتاعها كوبي. وهنروح بقى ايه بقى زي ما بقول لك كده، تروح على كلمه اسمها الشركه اللي انا كلمتك عليها، اللي انا لما جيت قلت لك هنا هتدخل على 3 بي ال سايت، المكان اللي يخزن لك في امريكا اكنك قاعد هناك. انت مش محتاج حد معاك، بقول لك مشروع بيبقى كامل جدا، مش محتاج حد يخزن لك. هتروح هنا على الاي باي على الجوجل عادي، وهتكتب حاجه اسمها 3 بي ال اهو. انا دلوقتي مثلا لو جيت هنا يا سيدي على جوجل اهوت، وانا كنت كاتب قبليها اهو 3 بي ال ان يو اس اي، يعني الناس اللي بتوفر لك خدمات الشحن جوه امريكا. في كتير جدا، انت اقعد اختار. انا مش هقول لك عشان ما تجيش تقول لي يا مصطفى انت بتاخد عموله من الناس دي. يا سيدي في ده انا مش عايز منك حاجه، كل اللي انا عايزه منك بقول لك تعمل فولو ولايك وتتابعني بس، عشان لما انا هتحسسني ان انا بدي معلومه بلاقي افاده منها، ان انت تبقى عندك اهتمام حتى. بس هتيجي هنا يا سيدي، انا اخترت اي شركه اهي 3 بي ال سنتر. في بقى لو انت عايز نصيحتي هتقول لي طب اديني نصيحه، في شركه اسمها لوجيستيو بيتكلموا بالعربي اهو، لوجيستيو دوت اي او بيتكلموا بالعربي. هتكلمهم وهتقول لهم يا شباب انا دلوقتي عايز اشتغل في امريكا، وعايز ان انا لما اخد العجله اهيت وخدت الرابط بتاعها، هتاخد الرابط والصوره وتبعتها لشركه لوجيستيو اللي هي بتاعه التخزين. خلاص خلصنا، يبقى احنا كده خلصنا. انا ماشي معاك اهو، خلصنا فتحنا الماركت بليس، خدنا العجله، خدناها اللينك بتاعها، وقلنا للشركه دي الشخص ده هيشحن لك العجله على هنا، او انت تقول لدولت لو سمحتوا بعد اذنك روح خد العجله من دوت وانا هديك الفلوس بتاعتها، هيروح يشتريها لك منه. جميل. طيب تمام. يبقى فاضل لك ايه بقى؟ ان انت تعرض على اي باي. تعالى يا سيدي نعرض على اي.
ورحنا على اي باي، جميل جدا. اسعار العجل ايه هنا؟ اسعار العجل سهله قوي. انا لما اجي هنا على اي باي اهوت ونكتب البايسكل مثلا اهيت يا سيدي، انا كنت بدور عليها اهي مثلا البايسكل لو هي ديت، نشوف كده الاسعار كام. انت لما تدخل على اي باي هتدخل تلاقي الاسعار بتاعه البايسكل او اهي البايسكل. انا ثواني كده، ادي اسعار العجل. اول حاجه 450 دولار، انت بتتكلم في مبلغ رهيب. في بيتكلموا في مبالغ اساسا وهميه، لا انا عايز اكلمك على المتوسط. المتوسط مثلا هتلاقيه 310. تعالى نحسبها كده بسيطه بالاله الحاسبه، ماشي يلا. انت لما تشتري عجله مثلا من الماركت بليس، جميل جدا، دي سعرها كام؟ هو عايز فيها كام؟ هو عايز فيها مثلا 60 دولار، صح كده؟ صح كده، هو عايز فيها 60 دولار. معلش الصوره مزغلله شويه، عايز فيها 60 دولار. طيب هنيجي على الاله الحاسبه، هبص احسب لك كل حاجه عشان ما تقولش. ادي 60 دولار، ادي 60 تمام كده، وحط عليها مثلا يا سيدي شركه الشحن والقصص دي، حط عليها 30 دولار اللي هي بالتخزين بكله 30، يعني هتساوي 90 يا سيدي. قول 100، ادي زائد 10 كمان اهيت، تمام، ادي زائد 10 يبقى 100. مع ان قصدي يعني اعتبرها 100 اهي، خلاص يا سيدي اهي، ادي 100 اهي، تمام ماشي. يبقى تكلفتها عليا 100 صح كده؟ تمام. عمولة اي باي، عمولة اي باي مع شحن اي باي 20 دولار، تمام. يبقى ادي حط مثلا، قصدي 10 دولار انا اسف، ادي 10 تمام، يبقى 110 خلاص، ادي 110 مثلا، ادي 110. طيب 110 انت عايز تبيعها بكام؟ هنبيعها مش هنقول ب 300، هتبيعها ب 200 دولار او ب 220 يا سيدي، هم 200، ادي 100 و 220 ناقص 110، 110 اهو ماشي. هتساوي كام؟ هتساوي 110 دولار. 110 دولار دولت لو انت بعت لك 5 عجلات بس، ادي 5 عجلات في الاسبوع 550، في الشهر ب 16500 دولار. انا مش عايز اقول لك انت ممكن توصل للمبلغ ده يا سيدي، بيع لك عجله واحده، بيع لك عجله واحده. مش بقول لك ان الموضوع ده، انا بديك فكره، انت بقى تكسب منها ما تكسبش منها، انت ورزقك وانت ونصيبك وانت وجديتك. تمام خلاص الموضوع انتهى، انت كده خلاص وحطيتها هنا في الاي باي. طيب انا ازاي اشترك في اي باي؟ اشتراك في اي باي سهل قوي يا سيدي، هتيجي هنا وتقول له سيلر، هتلاقي فوق هنا حاجه اسمها سيلينج، ان انت تختار ان انت تروح تبيع، هتضغط على سيلينج اهيت، هتضغط على سيلينج وتكمل ان انت تملى بياناتك، وزي ما هو بيقول لك اهوت ميك ماني ويز سيلينج. هتعمل هنا ليستنج، بس انت مضطر ان انت بس تشترك في بنك اسمه بايونير، سهل جدا. وبايونير دوت بيتعامل في مصر وسهل جدا، مفيهوش اي مشكله. اظن ان انا كده كملت لك كورس كامل على التيك توك. يعني انا عايز اقول لك ايه، بس ما كملناش ايه 7 دقائق، كملنا 8 دقائق. دوره الربح من التجاره دوت الكورس اللي انت هتروح تدفع يا باشا للراجل اللي موجود هناك في الكورسات، هتدفع له بتاع مثلا 200 دولار او 300 دولار او 1000 جنيه او 6000 جنيه. انا بقول لك الدوره هي الربح من التجاره الالكترونيه، فكرتها عقلانيه جدا. عشان نلخص الموضوع، هيبقى ماركت بليس، بعد كده تعمل مخزن، بعد كده تروح تبيع ايباي. 3 خطوات بس يا باشا، توكل على الله وسمي الله كده واكتب لها دراسه جدوى وخد لك جديه، واعتبر ان الموضوع ده مشروع عمرك واشتغل عليه. وثانيا في اخر الفيديو عايز اقول لكم ان انا باذن الله كنت بكلمكم في الفيديو الاولاني ان انا عملت تيم، التيم ده ان شاء الله هنشتغل مع بعض بحيث يبقى لايف. فانا قررت ان التيم دوت ان شاء الله هيبقى لما جينا نعمله على الواتساب لقينا العدد 200، والعدد بسم الله ما شاء الله على القناه داخل في 8000، عايز على التيك توك على 8000 شخص كلهم عايزين يشتركوا في الجروب. فباذن الله هعمل على القناه على اليوتيوب وابعت لكم اللينك بتاعه عشان نبقى لايف مع بعض، والمشروع نطبقه لايف، المشروع اللي انتم شايفينه دوت باذن الله. يا شباب ارجوكم ما تاخدوش كورسات. شكرا يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويا ريت المتابعه عشان احس ان انتم جادين، وابعتوا لي وانا ارد عليكم باذن الله. شكرا يا شباب.